السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم ولاء احمد، ودي قناتي. ان شاء الله النهاردة هنعمل وصفة جميلة جدا وغدا لذيذ جدا الكل بيحبه. هنعمل كبدة بالردة. اهم حاجة تقطعي، تقولي للجزار يعملها لك شرايح، وتكون شرايح سميكة بلاش رفيعة. ما تغلطيش غلطتي وتجيبيها رفيعة، هتبهدلك، مش هتعرفي تمسكيها. يلا نشوف الجمال والحلاوة دي. قبل ما نبدأ كلامنا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. معايا طبعا نص كيلو من الكبدة، البهارات بابريكا وشطة وملح وبهارات كبدة وفلفل أسمر وكمون، والمكونات دي كلها في بعضها كده، وملح طبعا. ولو عندك مرقة فورية اللي هي بتبقى بودر بتبقى جميلة جدا، عصرة ليمونة او معلقتين من الخل المتوفر عندك هتحطي منه. سيبيها كده تندمج مع بعضها في البهارات بتاعتنا، وطبعا في معلقة توم او هريسة شطة اللي موجودة عندك. قلبي بالراحة كده. انا بقيت بصراحة بسيسها خالص عشان كانت رقيقة جدا. معلقة التوم دي بتودي طعمها في حتة تانية خالص، ما تنسيهاش. او ممكن تستبدليها بالثوم البودر والبصل البودر. هنتبلها طبعا وهنحضر الردة دي يا جماعة النخالة بتاعت الدقيق هتلاقيها عند العطار، قولي له هات نص كيلو او ب10 جنيه او ب5 جنيه، هي متوفرة. احنا علشان بنطحن الدقيق بتاعنا فمتوفرة عندنا، فانت هتلاقيها عند العطار. هنجيب الكبدة اللي احنا متبلينها كده وهننزل بالردة عليها، نغطيها كده اكنك بتعملي بانيه بالظبط، بس بيبقى طعمها جميل جدا واحلى من البانيه. زيت سخن كده وتكوني مهدية النار جدا علشان طبعا الردة بتاعتنا ما تتحرقش وتسود الزيت بتاعنا. وهتيجي تقلي الدور اللي بعد منه هتلاقيه اتحرق منك على طول. اللي وصل معايا الفيديو لغاية هنا ما ينساش يفعل زر الجرس ويشترك في القناة ليوصلكوا كل جديد من مطبخي. لايك وشير لكل حبايبكم يا حبايب قلبي، ودعوة حلوة كده. خلونا كده ننزل كده بفيديوهاتنا كده، تشجيعكم هو اللي هيخليني انزل فيديوهات من تشجيعكم ان شاء الله. هنقلب بقى الكبدة بتاعتنا، تحسي انها كده خدت صدمة. شوفوا ما شاء الله اللون بتاعها. هدي عليها النار وهي هتستوي معاكي. هتكوني طبعا مجهزة مناديل مطبخ وتطلعي، او لو عندك ورق ابيض، ورق كراريس ابيض خالص، او ورق زبدة تطلع عليه. انا بصراحة ما كانش متوفر عندي فبطلع في طبق، وبعد كده بقدم في طبق تاني. حطيت عليه رشة بقدونس، وما شاء الله ما كانتش شاربة زيت ولا اي حاجة، ونار هادية خالص. وهتقلبي الكبدة على اليمتين وتطلعيها. ودي كانت النص كيلو كبدة بتاعتنا زي ما قلتلكوا. الجزار يقطعها لك سميكة بلاش رفيعة علشان ما تغلطيش غلطتي. بس كانت طعمها جميل جدا. بتتاكل معاها مكرونة، سلطة طحينة، سلطة خضرة، بألف هنا على قلبكم يا حبايبي. ممكن تقطعيها سندوتشات وعليها سلطة الطحينة بألف هنا. رشة بقدونس كده عشان تكسر اللون بتاعنا وتديها شكل جميل جدا. انا عملت معاها مكرونة سباكيتي وكانت طعمها روعة جدا. شوفوا ما شاء الله مستوية. هدي النار. هي حلاوتها انها رقيقة بس بتبهدلك، بتتهري منك ساعة ما بتيجي تحمريها او تتبليها، فبتلاقيها تحسي انها هتتهري منك، فانتي لازما تاخديها بالراحة. انا خدتها بالراحة خالص لغاية لما وصلت النتيجة دي. وده كان غدانا النهاردة. شوفوا ما شاء الله كبدة، وكانت سلطة طحينة، وكانت مكرونة سباكيتي. وانا منزلة قطعة صغيرة كده من الفيديو شورتس كان فيها مكرونة. وده كان فيديو النهاردة يا حبايب قلبي، واشوف وشكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. كانت معاكم ولاء احمد من اكلك احلى مع ولاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا احلى متابعين. سلام.